هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. رمضان بكره. حاسه ان انا اكسايتد جدا لرمضان ده، مش عارفه ليه. حاسه مبسوطه كده وعايزاه يجي بسرعه، وعماله اعد الايام ان هو يجي، وعماله بحضر له بقالي كام يوم. النهارده بس طالعه اعيد عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يعود عليكم ان شاء الله كل سنه بالخير والصحه والسعاده وصيام مقبول مقدما ان شاء الله. النهارده كمان عايزين نعلق زينه رمضان زي ما اتعودنا كل سنه بنعلق زينه رمضان، فربنا ما يقطعها لنا عاده ان شاء الله نعلقها السنه دي كمان. مش عارفه انتوا زيي ولا لا، بس اول ما بعلق زينه رمضان بحس ببهجه، بحس بسعاده كده. مش عارفه انتوا متعودين برضو ببلدكم تعلقوا زينه والكلام ده، لان انا لما كنت في الهند كان بالنسبه لهم الفانوس ده اصلا حاجه بيشوفوها بس في الواتساب، يعني واتساب مسجز بتاعت كل عام وانتم بخير بيشوفوا الفانوس، لكن ما يعرفوش ان هو بجد حقيقي واكزيست. مش الفانوس اللي هو المايع ده اللي بيتباع في ايكيا، لا انا بتكلم عن فانوس رمضان الحقيقي اللي كلنا عارفينه، اللي شكله مميز ده المصري. فهل انتوا عندكم الثقافه دي في بلدكم؟ هل بتستعملوا نفس الفانوس ده ولا الفانوس العادي اللي هو بيتباع في ايكيا اللي هو بيبقى 4 اضلاع وخلاص؟ فروحت النهارده اشتريت زينه كتير قوي، وعندي زينه متبقيه من السنه اللي فاتت. اي نعم بعد ما جمعتهم على بعض لقيتهم مش لاقيين، بس عادي، المهم ان كله لايق على عفش البيت، كله تمام. بس هو ازاي الحاجات غليت كده؟ انا فعلا في حاله صدمه. طبعا كلكم شفتوا فيديو السوبر ماركت اللي انا عملته من فيديو اللي قبل اللي فات، وشفتوا اسعار السوبر ماركت والجنان اللي حصل، ولكن توقفني حاجه واحده، ان في ناس كتير قوي كتبت لي كومنتس من دول الخليج، يعني مثلا السعوديه، الامارات، وكل بلاد دول الخليج، يعني بيقولوا لي يا ازاي الاسعار عندكم رخيصه كده. يا جماعه ثانيه واحده بس، انتوا لازم تفرقوا ان انتوا بتتعاملوا بالريال او بالدرهم او بالدينار، احنا بنتعامل بالجنيه المصري، وهكذا المرتبات عندنا بالجنيه المصري، عندكم بالريال او بالدينار او بالدرهم. فطبعا فرق الاسعار لازم هيبقى مختلف، لان العمله بتاثر على الاسعار. لو مثلا حاجه بتتباع في الامارات، الفرخه مثلا بتتباع في الامارات، اكيد طبيعي هتبقى اغلى سنه من مصر، لان المرتبات في الامارات اعلى، بس هي مش اعلى سنه، هي اعلى كتير. وده السبب ان في كتير من المصريين بيسيبوا مصر ويروحوا يشتغلوا في الامارات. ما هو طبيعي علشان المرتبات هناك اعلى ومستوى المعيشه اعلى، وده طبيعي. فكرتوني بالظبط يا ربي زي ما كنت انا عايشه في الهند ورحت الامارات وقارنت الاسعار ما بين الروبي والدرهم الاماراتي. طب ما طبيعي يبقى في فرق شاسع، لان الدرهم الاماراتي 20 ضعف الروبي، فطبيعي جدا الاسعار تبقى مختلفه، طبيعي. ولكن الجدير بالذكر ان ماشي اوكي الدرهم مثلا 20 ضعف الروبي، ولكن هل الاسعار 20 ضعف الاسعار؟ لا، الاسعار بتبقى دبل تريبل او 5 تايمز السعر، لكن عمرها ما بتوصل ل 20 ضعف. فلو قارنتوا في النهايه هتلاقوا لا، ان الاسعار اكشلي عندكم ارخص من عندنا الحمد لله. فما ينفعش خالص يا جماعه تقارنوا ما بين اي بلد وبلد، ولا حتى السعوديه ومصر، ولا السعوديه والهند، ولا مصر والهند، حتى مع ان هم يعتبروا متقاربين دلوقتي. الجنيه وصل 2.7 روبيز، انتوا متخيلين 2.5 روبي بعد ما كان ب7 روبي. بصوا مش هنتكلم في الموضوع ده، بس ما ينفعش نقارن اي بلد باي بلد، لان مرتبات مختلفه والسلع اسعارها مختلفه والعمله مختلفه، فما ينفعش خالص نقارن بلاد ببعض. السبب الوحيد اللي خلاني احط الاسعار بالريال السعودي والدرهم الاماراتي واليو اس دي او اللي هو الدولار الامريكي، هو ان الناس اللي متابعاني تبقى وهي بتتفرج فاهمه الاسعار عندنا عامله ازاي، وكمان المصريين المغتربين يعرفوا الاسعار وصلت لفين. ما علينا. بمناسبه الغلاء، انا جبت زينة رمضان، مستحيل اقول لكم جبتها بكام، عشان هتتخضوا وهتزعقوا لي وهتقولوا لي انا انت جبتي حاجات غاليه وحاجات ارخص. وانا بصراحه السنه دي استغربت، يعني لو تفتكروا فيديو السنه اللي فاتت انا نزلت للمكان اللي بيعمل الفوانيس، وكانت الفوانيس سعرها رخيص جدا، ولكن السنه دي استغربت بسبب ضيق الوقت، ان انا عايزه اجيب الحاجات بسرعه والحاجات دي كلها، فاستغربت. فالحاجات غاليه، انا معترفه انها غاليه، فمش هقول لكم على الاسعار عشان هي مش مقياس خالص. الاسعار اللي في السوق تقدروا تجيبوهم ارخص من كده بكتير. خليني بقى اوريكم ايه الحاجات اللي انا اشتريتها. اول حاجه جبتها طبعا هي الفانوس. انا اخترت اللون ده، هو اللون الاوكسيدي او معرفش بتسموه ايه. كان من الفانوس ده فيه جولد وفيه تقريبا ابيض ولون تالت تقريبا موف او حاجه، في منه كذا لون، بس حسيت ان ده اكتر واحد هيليق على بيتي بعيدا عن ثمنه. مش هنذكر ثمنه يا جماعه عشان ما نتخانقش في الكومنتس. هو الفانوس اهو ده اللي انا جبته عشان رمضان وفرحانه بيه، بليز يعني مش لازم تسالوا على سعره. والحاجه الثانيه اللي انا جبتها، بصوا الكيس مكتوب عليه رمضان كريم وبتاع، ومكتوب هنا وحوي يا وحوي، ماشي اوكي. والحاجه الثانيه اللي انا جبتها هو الزينه اللي على شكل حاجه رمضان، يعني ستار، هلال، نجمه، حاجات كده، وجاي معاها ريموت. انا نفسي اعرف الريموت ده بيعمل ايه، فهنكتشف مع بعض العلبه دي بالا. وعايزه اوريكم كمان الزينه اللي اتبقت من السنه اللي فاتت، وهي طبعا الزينه التقليديه المصريه اللي هي انتوا عارفينها طبعا، اللي هي الخياميه دي، مش عارفه بيسموها خياميه، برضو هلال وفانوس ونجمه. وكمان كان في الفانوس اللي انا وريته لكم في اول الفيديو، الفانوس الصغير ده كنت جايباه من المنطقه اللي قلت لكم عليها، مش فاكره كان اسمها ايه بصراحه المنطقه.
اوف كانوا هيقعوا. وبوكس فيه فوانيس كتير صغيره عجباني قوي، وبفكر ان انا اشيل من 3 منهم مثلا ميداليه بحيث ان انا استغلهم كديكور في البيت، مش انه بس ميداليه كده وخلاص. فالبوكس ده مش عارفه فيه كام واحده، ولكن الحمد لله الحاجات دي متبقيه معايا من السنه اللي فاتت. ومعايا كمان فرع الزينه ده هو جولد برضو بينور، بتبقي معايا من السنه اللي فاتت، فالحمد لله. وفيها بقى حاجه ثانيه، يوتيوب بعتولي هديه وانا اكسايتد جدا ان انا افتحها. انا سبتها مقفوله بس مش هينفع اقلبها عشان فيها عنوان بيتي، ودي اللي خدتها من الايفنت الاخيره. كان الثيم بتاع الايفنت I'm remarkable، او انا مؤثره مثلا، او يعني هسيب بصمه. نفتحها بقى مع بعض. هي فيها اجنده، بس دي مش من يوتيوب، دي من جوجل نفسه. لو تعرفوا ان جوجل هي الشركه الام بتاعت يوتيوب. عباره عن نوت بوك ومعاها قلم، حتى القلم مكتوب عليه I'm remarkable، وكمان النوت بوك من تحت مكتوب عليها I'm remarkable. اجنده عاديه جدا مفيهاش اي حاجه، ومعاها البوكس الصغير ده تقريبا فيه ميداليه حلوه قوي. بصوا ميداليه مكتوب عليها جوجل، حلوه قوي عجباني جدا. شكرا يا جوجل، كتر خيركم. تعالوا بقى نفتح الهديه الكبيره اللي بجد اللي اتبعتت لي من يوتيوب. خلينا نشوف فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب يوتيوب شورتس ثانك يو، شكرا عشان حضرنا الايفنت تقريبا، وده الموضوع اللي هجيلكم فيه في اخر الفيديو. ما علينا مش هنتكلم فيه دلوقتي. وبصوا بقى جابوا لي ايه، جابوا لي تقريبا ده الشعار بتاع ده، فيه ريموت كمان اهو. هنتست ريموتات كتير النهارده. ده الشعار تقريبا بتاع يوتيوب شورتس. تمام كما توقعت. مع ستاند تقريبا هيقف عليه ولا ايه مش عارفه تقريبا. نايس مبسوطه. واهم حاجه الريموت، عايزين نعرف الريموت ده هيعمل ايه. اعتقد هو ده اللي انا عايزه اوريه لكم لحد دلوقتي. تعالوا بقى نزين البيت ونشوف هنحط الحاجات دي كلها فين. انا بفكر اعلق زينه هنا على الباب ده عشان بني، والزينه اللي انا جبتها شفافه فهتبقى باينه قوي في الباب. شايفين؟ ممكن احط مثلا حاجه انا عايزه احط كل الحاجات تبقى باينه في الكادر اللي انا بصور فيه ده، عشان تحسوا معايا بالاجواء كده على اخر الفيديو. يلا بينا. واخيرا خلصت ديكوريتنج. طبعا الموضوع يبدو سهل ان انا خلصته كده عشان انتوا شفتوه كده، بس اكتشفت ان الفيشه هنا واقعه، الفيشه مش موجوده في البتاعه. فنزلت للراجل قال لي يا فندم دي حته كده عشان لو عايزه توصلي فيها وصله جديده. طلعت انا اللي مش فاهمه، فنزلت على الفاضي، رحت مشوار على الفاضي. ودي بتاعت اليوتيوب طلع ليها برضو وصله مش موجوده عندي، هي يعني مش سهله مش كده. والريموت والله حطيت فيه بطاريه بس برضو مش شغال، مش بيرسبوند. انا بقى عايزه اعرف الريموت ده بتاع ده كده فرح العمده ده، وده فرح العمده بس بالعكس. ماشي ماشي اوكي. دي بقى ايه، هتنور بالراحه. يا سلام. اوبا. ودي بالراحه برضه. لا دي صعبه قوي، دي صعبه قوي قوي قوي. اوكي 8 دي اللي هي بس لايت، فدي بتهيألي دي شخصيتي. مش محتاج كل البهرجه. اكتر حاجه عجباني هي البتاعه اللي هناك دي بتاعت اليوتيوب، شكلها يجنن على الحقيقه. هي في الكاميرا طالعه عامله كده، بس هي في الحقيقه حلوه قوي. نسيت حاجه مهمه، نسيت دول. استنى هم هنا مش لاقيين قوي بس مش مشكله. بس كده انا بس كنت حابه ديكوريت معاكم البيت، مبسوطه قوي قوي بالشكل النهائي، عجبني جدا. واكتبوا لي رايكم في التعليقات. وفي حاجه كمان كنت عايزه اقولها لكم قبل ما انهي الفيديو بمناسبه يوتيوب شورتس. انا غالبا للاسف انا عارفه ان ده خبر هيبقى وحش، بس غالبا مش هقدر ان انا اعمل لونج فيديوز او فيديوهات طويله في رمضان. هكتفي بس
بالفيديوهات القصيره اللي هي اليوتيوب شورتس، اللي هي الفيديوهات اللي بالطول اللي بتبقى دقيقه وتقعدوا تقلبوا بالطول كده. وده عشان كذا سبب بصراحه. اولهم ان انا عايزه اركز قوي رمضان ده، عايزه اركز على كل الحاجات اللي الوقت بياخدنا وما بنعملهاش من العباده والصلاه والصوم والحاجات دي كلها، فعايزه اركز قوي في رمضان. والحاجه الثانيه ان يوتيوب فعلا بيتحايلوا علينا بقالهم من شهر نوفمبر، بيقولوا لنا يا جماعه نزلوا شورتس، يا جماعه نزلوا شورتس، يا جماعه نزلوا شورتس. وانا ما نزلتش شورتس، نزلتش ولا فيديو قصير في حياتي غير مره واحده زمان جدا اول ما عملوا حاجه اسمها شورتس. فهم يعني بعتين لي البتاعه دي اللي هو حسي بقى مش ممكن هتحايل عليك اكتر من كده ايه. وعشان تجيبوا الشورتس بتفتحوا القناه زي ما انتم شايفين، دي القناه مثلا بتاعتي، بيبقى فيه هوم وفيديوز وشورتس. شورتس بتدوسوا عليها هيطلع لكم كل الشورتس اللي انا منزلها. طبعا مش منزله غير ده، ما نزلتش اي حاجه غيره، فكل الشورتس اللي انا هنزلها او الفيديوهات القصيره هتظهر هنا. فخلاص انا هعمل ان شاء الله شورتس، هقدم لكم شورتس عن محتوى مختلف، يعني تركيا، الهند، مصر، الامارات، كل حاجه هنزل لكم ان شاء الله كل يوم فيديو، او يوم لا هنزل لكم فيديو. في حاجات غطيتها في اللونج فورمات وفي حاجات ما غطيتهاش، ولكن الاكيد ان الفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها هتكون ما شفتوهاش قبل كده، كلها فيديوهات جديده. هحاول ان انا انزل يوم او يوم لا او كل يوم ان شاء الله. فبليز ما تزعلوش مني، وانا وعد والله لو في اي وقت او اي حاجه قدرت ان انا اصورها، هي غالبا طبعا هتبقى روتينات وحاجات طبخ وحاجات في البيت وكده، لو في اي مقدره ان انا اعمل لكم فيديو مش هتاخر عليكم، هعمل لكم فيديو على طول ان شاء الله وانزله في رمضان. ولكن غير كده لو حصل غير كده بليز سامحوني، ما تزعلوش مني. وهفكركم ازاي تستعملوا الشورتس او تشوفوا الفيديوهات القصيره اللي انا هنزلها. هتفتحوا القناه بتاعتي هتلاقوا هوم، فيديوز، وتالت حاجه شورتس. بتدوسوا على شورتس هيطلع لكم الشورتس اللي انا لسه هنزلها، هتنزل هنا هتشوفوها هنا عشان تقدروا انتوا تشوفوا الفيديوهات القصيره، لاني هنزلها زي ما قلت لكم يوميا او هنزلها يوم او يوم لا. اتفرجوا عليها من هنا. كل سنه وانتم طيبين، اتمنى لكم رمضان سهل ان شاء الله يعدي عليكم بسلاسه كده، عشان هو جاي في وقت احنا مش عارفين هيبقى حر ولا مش حر، بس هو عدى علينا قبل كده وهو في شهر 8، فاعتقد مفيش حاجه هتبقى اسوأ من كده. فكون ان هو جاي في شهر 3 فده يخفف شويه من الحر اللي بيبقى مع الصيام. فان شاء الله يبقى رمضان سهل علينا كلنا، ويتقبل مني ومنكم ان شاء الله الصلاه والصوم والعباده والدعاء. اهم حاجه ما تنسوش الدعاء، ونطلع ان شاء الله كلنا يا رب، كلنا حرفيا قبل رمضان نقول يا رمضان ده بقى هنعمل دايت وهنخس، وان شاء الله رمضان ده نطلع كلنا بالوزن اللي احنا عايزينه، سواء الناس عايزه تتخن او الناس عايزه تخس، وان شاء الله نطلع كلنا بالوزن اللي احنا عايزينه. وشكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه، وتكتبوا لي كمان هتعملوا ايه في رمضان، ايه خططكم في رمضان، هل في حاجه جديده عايزين تجربوها، مكان جديد عايزين تروحوه، هل هتكونوا مسافرين مع اهلكم، بعيد عن اهلكم، يعني تعالوا نفضفض كده في الكومنتس ونقرب اكتر من بعض. هستناكم على الانستجرام، فيسبوك، تيك توك وسناب شات، كله بنفس اسم قناه نونز باي. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.